السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ارسن لزاد. ما تنساوش دعمونا بلايك وتضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم جديد. خوتي قبل ما نبداو ما تنساوش تصليو على النبي الحبيب. وفي الفيديو تاع اليوم عندنا علامة ماهيندرا تستعد لاكتساح السوق الجزائرية. خوتي قبل ما نهضروا على ماهيندرا في الجزائر خلينا نعرفوا شكون هي ماهيندرا. هي مجموعة ماهيندرا للسيارات والمعدات الزراعية والخدمات المالية والتجارية والخدمات اللوجستية ومكونات السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية العملاقة. تأسست الشركة عام 1945 تحت اسم ماهيندرا آند محمد، وقد تغير الاسم بعدما قسمت الهند وقرر غلام محمد العودة إلى باكستان، وأصبح أول وزير مالية هناك، وبناء عليه تم تغيير اسم الشركة من ماهيندرا آند محمد إلى ماهيندرا. أما بالنسبة للجزائر، أعلنت علامة ماهيندرا للسيارات الهندية الشاهرة العودة بقوة إلى السوق الجزائرية وخوض غمار الاستيراد واكتساح السوق بالعديد من الموديلات المدروسة التي تتناسب مع احتياجات الجزائريين وبأسعار تنافسية. ونقل موقع أوتو بيب المتخصص في السيارات أن العلامة الهندية توصلت أخيرا إلى اتفاق مع وكيلها وممثلها الجديد، وهي شركة ماهيندرا الجزائر الذي سيمثل العلامة في الجزائر. وذكر نفس المصدر نقلا عن مسؤولي ماهيندرا الجزائر أنه قد تم التركيز على تسويق كايفيسون، والذي يعد أنسب السيارات للسوق الجزائري كونه ينتمي إلى فئة السيارات قليل التكلفة، لذلك سيتم توجيه حصة خاصة من هذا الموديل إلى الجزائر، على الرغم من التوقف عن إنتاجه للأسواق الأخرى على أن يتم تعويضه بموديل آخر يأتي لاحقا. إضافة إلى ذلك، ستهدف ماهيندرا الجزائر إلى استقطاب شرائح عديدة من الزبائن عبر تقديم 3 موديلات عند الانطلاق، هي XUV 300 والذي يعد المنافس المباشر لهيونداي كريتا، السكوربيون بيكاب سوداء بمقصورة أحادية أو مقصورة مزدوجة مع دفع رباعي أو ثنائي، وبطبيعة الحال الكايفي 100 السابق الذكر. وحسب نفس المصدر فإنه سيتم العمل على توسيع هذا التشكيل لتشمل كل من طهار الذي يمكن اعتباره كنسخة أقل تكلفة من الجيب والوانجلر، والمنافس المباشر لبايك بيجي كارونت الذي كان سيسوق في الجزائر، والسكوربيون آن الجديدة. خوتي لنا نكونوا لحقنا لآخر الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا العدد. ما تنساوش تكثرونا من البارطاج وتدعمونا بلايك باش يلحقكم الجديد. خليونا كومنتير خوتي، وسلام.